صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. الفتة من اكتر الاطباق المميزة والمطلوبة على سفرة رمضان. اكل لذيذة وخفيفة مليانة نكهات سهلة وسريعة، وهحاول اعملها بطريقة صحية اكتر. بس قبل ما نبدأ متنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناة، ويلا بسم الله. اول حاجه هنسلق الدجاج. انا هحتاج نص كيلو صدور، تقدروا تستخدموا الدجاج كامل بالعظم. في الحله على النار حطيت شويه صغيرين من الزيت، هدي الصدور تشويحه بسيطه في الاول على كل جنب، وبعدين هزود عليهم المنكهات اللي هتدي للشوربه طعم. بصلايه صغيره قطعتها رباع، نص جزرايه وعود كرفس قطعتهم مكعبات صغيره، والبهارات معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره بهارات دجاج، ومعلقه صغيره من الكاري ودي اختياريه، ربع معلقه صغيره فلفل اسود، ورقتين غار، و8 فصوص من الهيل او الحبهان. بعد كده هنزل عليهم بميه تكون سخنه، مفيش كميه معينه لحد بس نغطيهم بالميه على نار متوسطه، تكون الشوربه بتغلي حاجه بسيطه. هنغطي ونسيبها تستوي. دلوقتي هجهز العيش او الخبز المحمص. هحتاج رغيفين كبار من الخبز اللبناني، هقطعهم مكعبات صغيره ومش ضروري يكونوا قد بعض. في العادي احنا بنقليه في الزيت عشان يبقى كريسبي مقرمش ولونه ذهبي. فانا هتبله بشويه صغيرين زيت زيتون او اي زيت عادي تفضلوه. هتبله برشه من الملح والثوم الباودر والبابريكا، اقلبهم كويس قوي لحد ما اتاكد ان الزيت اتوزع كويس. هدخلهم الفرن على حراره 180. الرف اللي في النص النار تكون من تحت بس، وراقبه كويس. اول ما يبدا يتحمص من تحت اطلع الصينيه، اديها تقليبه وادخلها مره تانية لحد ما اتاكد ان كل حبايه اتحمصت وخدت لون ذهبي بالشكل ده. قرمشته ولونه وحتى طعمه احلى واخف مليون مره من المقلي. صحيح ان احنا حاطين عليه زيت، ولكن كميه بسيطه جدا مقارنه بزيت القلي. هحتاج بتنجانية تكون كبيرة. طبعا لو حابين اعملوا رز مصري سادة، زودوا بس عليه شوية سمنة عشان تخلي الرز مفلفل وطعمه حلو جدا. هقطع البتنجانة شرايح تكون سميكة شوية، وبعدين مكعبات صغيرة. وزي ما عملت مع الخبز هتبله برشة توم وملح وبابريكا، واديله كمان بخة زيت. ممكن تدخلوه الفرن وممكن تدخلوه في الاير فراير. انا حطيته في الاير فراير، وكل 3-4 دقايق كنت بخرج الدرج اديله تقليبة، وهو بيستوي بسرعة جدا. دي الفراخ بعد ما استوت. طبعا لونها بقى اصفر شويه بسبب الكاري، هو كمان بيديها نكهه وريحه مميزه جدا. هطلعها من الشوربه في طبق لحد ما تبرد. في الوقت ده هحضر صوص الزبادي. هحتاج نص كيلو زبادي، هضيف عليها من 3-4 معالق كبار من الطحينه. كميه الطحينه على حسب انتوا حابين طعمها يكون واضح قد ايه. هزود كمان فصين توم مهروسين، ممكن برضو تزودوا التوم زي ما تحبوا. وهعصر عليهم عصير نص ليمونه كبيره، نص معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الكمون، واخلطهم سوا كويس. لو حابين تخففوا صوص الزبادي عن كده ممكن تخففوه بشويه صغيرين حليب او ميه، لكن انا هخليه زي ما هو. الصدور بعد ما بردت شويه واقدر امسكها، هبدا ان انا افصصها للحجم ده. وطبعا لو عاملين الفته لعدد اشخاص اكبر فانتوا هتضاعفوا كميه المكونات. ده شكل البتنجان بعد ما استوى، مخدش وقت خالص، لكن اخد لون ذهبي حلو بسبب رشة الزيت وكمان البابريكا. كده كل حاجة بقت جاهزة، فاضل بس ان احنا نبني طبقات الفتة. اول حاجة بتكون الخبز المحمص، اتمنى تكونوا سامعين صوت قرمشتهم. بعد كده هنزل البتنجان او الرز. لو انتوا عاملين رز، انا في الغالب بعمل رز الصراحة عشان الفتة تكون مشبعة اكتر، خصوصا لو مفيش اي حاجة تانية جنبها. بعدين هنرص الدجاج، وبعدين هنسقيهم هما التلاتة بالشوربة. طبعا لازم نحط من الشوربة اللي احنا عملناها، لانها هتطعم الفتة وهتخليها في حتة تانية خالص. باقي كمية الشوربة انا صفيتها من البصل والبهارات وحطيتها في الفريزر، لان انتوا هتحتاجوها كتير جدا بعدين. اخر حاجة صوص الزبادي، وزي ما قلت ممكن تخففوه بالمية او بالحليب. طبعا الفتة لا تخلو من شوية عيش محمص على الوش مع رشة بقدونس وحبات الرمان عشان نزين وش الفتة. وطبعا علامة الجودة شوية لوز متحمصين في السمنة، وانا قللت كمية السمنة، استخدمت معلقة واحدة بس، ودي لا غنى عنها الصراحة، هي اللي بتكمل الطعم وبتبرز كل النكهات. وبس كده هتعملوا اخف والذ فتة دجاج. طعمها بجد رهيب، خفيفة جدا، لذيذة. فبجد لازم تجربوها في رمضان ان شاء الله، تقوليلي رأيكم فيها. وبس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لايك، اكتبولي رأيكم. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير ان شاء الله.